حبايبي، قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الحلقة 47 من المسلسل الهندي إشراقة السحر. وماهد بيقول لسهير: أنا كان لازم أقدم تضحية بسيطة من أجل مستقبلك لأنك اتظلمتي بسبب اللي حصل. وسهير بتقوله: طب كويس انك حسيت بيا، وعلى فكرة بقى مش انا الوحيدة اللي كذابة، انت كمان كذاب. وبتسيبه وتخرج من الحمام. وتاني يوم سهير بتمسك الموبايل وموبايل مامتها كمان، وبتحاول تجيب النتيجة بتاعتها، لكن النتيجة بكل لسه ما ظهرتش. وسهير بتكون متوترة جدا ومش قادرة تتحمل الانتظار، وبتحاول مامتها انها تهديها، وبتقول لها سهير: انا مش عارفة اهدى وخايفة اكون سقطت، وعلشان كده نتيجتي مش راضية تظهر. ومامتها بتقول لها: معنى كده ان الطلاب كلهم سقطوا؟ ما تهدي يا حبيبتي شوية، ودلوقتي النتيجة هتظهر، روحي انتي بس صلي وادعي ربنا. وسهير بتقول لها: دعيت كتير قوي وصليت كل النوافل، وانا بقى هخرج بره يمكن الشبكة تجمع. وبتخرج سهير في الحديقة بالموبايلات، وبيقف ماهد يبص عليها من فوق بابتسامة. وكوثر بتخرج من جوه وبتقول لسهير: اديلي موبايلي عشان ما اتأخرش على الشغل. وسهير بتقول لها: لحد ما النتيجة تظهر هيفضلوا الاتنين معايا. وكوثر بتقول لها: طب وانا هعمل ايه دلوقتي؟ وسهير بتقول لها: خليكي واقفة وادعي معايا ان النتيجة تظهر بسرعة، والا قلبي هيقف من كتر التوتر والقلق. وبيسمعها ماهد وبيدخل يشغل اللاب بتاعه وبيشوف النتيجة وبيلاقيها ظهرت، ودرجات سهير بتكون كويسة جدا وبيفرح قوي عشانها. وهنا سهير بتقول لمامتها: النتيجة ظهرت ونقصت 6 درجات على المجموع الكلي. وكوثر بتفرح جدا وبتقول لها: انتي جبتي درجات ممتازة. وسهير بتقول لها بزعل: وكانوا هيخسروا ايه يعني لو كانوا ادولي 6 درجات اللي فاضلين؟ وكوثر بتحمد ربنا وبتشكره لانه استجاب لدعواتها، وبتحضن سهير جامد وبتقول لها: اخيرا حلمي هيتحقق. وبيعيطوا وبعدين بيضحكوا في نفس الوقت. وهنا كوثر بتشغل موسيقى وبتفضل ترقص هي وسهير من فرحتهم، وماهد بيفضل واقف يتفرج عليهم وهو فرحان قوي. وكوثر بتقول لسهير: كفاية كده بقى، انا همشي لاني اتأخرت على الشغل. وسهير بتقول لها: ان شاء الله كلها ايام قليلة قوي، ومش هتضطري انك تروحي على الشغل ده تاني ابدا، لاني هروح انا على المستشفى، وانتي بقى اللي هتفضلي في البيت تستريحي. وكوثر بتقول لها: ان شاء الله ربنا هيحقق لنا كل اللي بنتمناه. وبتطلب منها تدخل تنام لها شوية عشان ترتاح. وسهير بتقول لها: مش هينفع انام دلوقتي لاني هاملة الاستمارة. وبتحس سهير وهي ماشية ان ماهد بيبص عليها، وبترجع خطوتين لورا عشان تتأكد، لكن ماهد بيخبي نفسه بسرعة. وهنا المفتي راشد بيقول للخدم: خرجوا كل حاجة من أوضة وسيم لاني مش عايز اي حاجة تفكرني بيه حتى لو كانت إبرة. وماهد بيسمع جده وبيدخل يقول له: انت ليه بتفضي الأوضة؟ وبتقول له حسنة: لاننا مش عاوزين يفضل ولو أثر واحد بس يفكرنا بالمجرم وسيم هنا، زائد اني بقى مش عاوزة مزاجك يتعكر كل ما تعدي جنب الأوضة دي. وبيقول لها ماهد: طب وايه اللي هيحصل لما الأوضة تفضى؟ انا مش هرتاح غير لما ياخد عقابه. والغريب بقى انه لسه ما اعترفش بجريمته لحد دلوقتي. وحسنة بتقلق جدا، والجد بيقول لماهد: جريمة وسيم ذكرى مرعبة مش لازم نفتكرها، حاول انك تنساها. وبيقول له: في حفلة النهاردة في المدرسة للطلاب اللي ختموا القرآن ومحدش هيكرمهم غيرك انت. وحسنة بتقول لباباها: بس ماهد محطم نفسيا حاليا، ومن الافضل بقى انك ما تحملوش اي مسؤوليات، خليه يرتاح لحد ما يتعافى براحته، وحيدر هيروح يكرمهم هو بنفسه. وبيقول لها باباها: حيدر هيكون هناك كده كده، لكن من الضروري جدا ان ماهد مفتي المدينة المستقبلي يكون هناك هو كمان. وماهد بيقول لجده: تمام، انا هروح لاني مش مجرم عشان اخبي وشي وافضل محبوس جوه البيت. وبيأكد له انه هيحضر الاحتفال. وحسنة بتتغاظ جدا. وهنا بيدخل ماهد لسهير وبيلاقيها واخده راحتها على الاخر وبتكتب الاستمارة، وبيخرج وبيخبط على الباب. وسهير بتظبط نفسها وبتقول له: انت جاي هنا تعمل ايه؟ اوعى تقرب مني. وبتسأله: خدت دواء الحساسية ولا هيغمى عليك تاني دلوقتي وتدوخني؟ وماهد بيقرب وبيقول لها: القرب بين الأصدقاء مسموح بيه. وسهير بتقول له: أنا فرض الصداقة دي عليك علميا، وإلا كان زمانك دلوقتي مغير طريقك بمجرد ما بتشوفني. وماهد بيقول لها: انت معاكي حق. وسهير بتقول له: طب طالما معايا حق بقى اتفضل امشي، وإلا هتضطر تدور على بنت تانية عشان تتجوزها وتبقى حاجز بينا زي الجدار. وماهد بيقول لها: أنا جاي عشان أديلك حاجة، وبيظهر لها مفتاح. وسهير بتقول له: الضيوف ما بياخدوش مفتاح البيت. وماهد بيقول لها: بس ده مش مفتاح البيت، ده مفتاح مكتبة ماما، أرجوكي احتفظي بيه واعتبريه هدية من أمي ليكي. وسهير بتبص له بحب
وبيقول لها ماهد ماما كانت دايما بتقول ان المكتبة دي بيت للكتب مش سجن، لكن بعد وفاتها محدش بص للكتب دي بصة واحدة بس، ولا حتى انا اهتميت بيهم، وعلشان كده انا عاوزك تحتفظي بالمفتاح ده معاك انتي. وعلى ما اعتقد بقى ان صوت ماما الصامت لسه موجود داخل الكتب دي، ومحدش غيرك انت هيقدر يسمعه، وعلشان كده لو امكن خلي صوتها يوصل للعالم كله من جديد علشان خاطر انا. وسهير بتتأثر بكلامه وبتقول له ماشي، وبتاخد منه المفتاح، وماهد بيلف نفسه علشان يمشي، فبتطلع سهير وبتقف على حاجة عالية وبتقول له انت شخص سيء جدا يا ماهد، لاني كنت محضرة شكاوي كتير قوي ضدك، وكمان شوية شتايم، كمية كبيرة من الغضب، لكن انت اديتني كنز من الكتب، ومش عارفة ازاي هفضل غضبانة بعد رشوة زي دي. وماهد بيقول لها يعني انت سعيدة ولا غضبانة مني دلوقتي؟ وسهير بتقول له انا غضبانة منك، لكن مش هقدر اظهر الغضب ده لانك قدمت لي هدية مميزة. وماهد بيقول لها بس انت تستحقيها بجد لانك جبتي درجات كويسة في امتحانك. وسهير بتقول له هو انت كنت عارف ان النتيجة هتظهر النهاردة؟ وماهد بيقول لها ايوه، لكن انا ما بنطش بفرحة وحماس زيك من الصبح. وبتقول له سهير معنى كده ان شكي كان في محله، وانت فعلا كنت واقف بتراقبني من فوق. وماهد بيقول لها انزلي من مكانك عشان ما تقعيش. وسهير بتنزل، وماهد بيقول لها نجاحك ده مش حاجة عادية، انت وصلتي له بعد مجهود كبير قوي منك، وبيهنيها وبيمشي. وسهير بتفتكر اللي ماهد عمله بخصوص انه كان رافض ان البنت تتعلم حاجة غير دينها، وبتوقفه وهو ماشي وبتقول له ايه التغيير ده يا ماهد؟ انا كنت فاكرة انك ضد تعليم المرأة وضد حريتها كمان. وماهد بيبص لها بنظرة انكسار، فبتقول له سهير خلاص خلاص انا مش عاوز اعرف حاجة، تقدر تمشي. وبيمشي ماهد، وسهير بتقعد تكلم نفسها وبتقول ده ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ اكيد تصرفاته كانت نتيجة لظنه السيء في مامته، وانا مش لازم انبش في جروحه القديمة واحييها من جديد. وفي ورشة بركة ولسه كوثر هتبدأ شغل بتلاقي أمل بترن عليها، وكوثر بترد بتنهيدة وبتفضل ساكتة، وأمل بتقول لها انتي ساكتة ليه؟ مش عاوزة تكلميني؟ كوثر بتقول لها ليه ظنيتي كده يا بنتي؟ وأمل بتقول لها ما تقلقيش، أنا مش متصلة عشان أزعجك، في الحقيقة أنا معيش رقم سهير وكنت عاوزة أتكلم معاها عن النتيجة، وجيت على بيتكم لكن لقيت شرطي قدام الباب. وبتخرج صفية وأسد من البيت، وبتقول صفية للشرطي تحب تشرب شاي؟ يا رب تقولي لأ علشان ما اضطرش ان انا افتح الباب تاني بعد ما قفلته خلاص. وبتعرفه على اسد وبتقوله انه ختم القرآن وهيتم تكريمه النهارده، وعشان كده احنا رايحين على المدرسة، خد بالك من البيت. وبتاخد اسد وتمشي، وبتستخبى امل ورا العمود ده علشان صفية ما تشوفهاش. وبتقول كوثر لامل انت بتعملي ايه عند البيت؟ امشي من عندك فورا. فبتقول لها امل في الحقيقة انا شفت نتيجة سهير وعرفت انها حصلت على المركز الثالث على مستوى الولاية، وكنت اتمنى ان يكون عندي ام زيك في حياتي عشان اتفوق في دراستي كده زيها. وكوثر بتتبسط بكلامها قوي، وبتقول لها انا بحبك بنفس القدر اللي بحب بيه سهير، ومكسوفة من نفسي بسبب الكلام اللي قلته لك اخر مرة. وبتطلب منها تسامحها، وبتقول لها انا بعد كده هرد عليكي مباشرة كل ما ترني عليا على طول، ولو احتجتي لاي مساعدة انا مش هتاخر عليكي ابدا. وامل بتفرح قوي وبتقول لها طب هاتي بقى سهير وتعالوا قابلوني في السوق اللي في حيكم. وكوثر بتقول لها تعالي لي انت على الورشة. وامل بتقول لها لا لو سمحتي قابلوني في السوق، وما تنسيش انك وعدتيني بانك مش هتساليني اي اسئله والا هفهم انك مش مهتمه بيا. وبتقفل معاه، وبيدخل ماهد على سهير وبيقعد جنبها وبيقول لها تعرفي ان انت الوحيده في العالم ده. اتكلم معاها عن ماما، وبيقول لها انا ماما كانت مدمنه قرايه وعلشان كده عملت مكتبه، لكن بعد موتها اعتقدت ان فكره الحريه دخلت مخها عن طريق الكتب، واعتقدت ان بسبب الكتب ماما سابت بيتها وسابت عيلتها وابنها وراحت لعشيها. وسهير بتقول له بس انت خلاص بقيت مطمن دلوقتي لانك عرفت حقيقه مامتك. وماهد بيقول لها دي حقيقة، لكن أدركت إنها ما فكرتش في يوم من الأيام إنها تهرب من البيت عشان تدور على الحرية، لأ، لأن الحرية كانت بالنسبة لها إنها تعيش في مجتمع الرجالة بكرامة، وعشان كده كانت دايما بتقولي أنا عاوزة أطير يا ماهد. وأخيرا سألتني تحب إني أطير؟ وقلت لها أيوة، وما كنتش أعرف إنها تقصد الموت. وبيعيط، وسهير بتتأثر جدا وبتكون عاوزة تطبطب عليه، لكن بتلم ايديها تاني. وبيكمل ماهد كلامه وبيقول لها ماما كانت عايزة تعيش حياة لو طالت تلمس السما فيها كانت هتلمسها. وبتقول له سهير لما الإنسان بيدرك غلطه وبيشتغل على إصلاحه بتكون هي دي القيم الصحيحة، وأنا متأكدة دلوقتي إن مامتك سعيدة مكان ما هي موجودة،
وفرض عليك انك تفهم اللي كانت عاوزة تعمله لك من كتابها وبس. وبيقول لها ماهد وعشان كده انا مش عاوز اوقفك يا سهير، دوري على سمائك بنفسك وما تحصريش احلامك داخل قبضة حياتنا، وعشان خاطري ما تزعليش مني وقري كتب ماما وتقدمي في حياتك. وبيجي يقوم بتشبك ميدالية المفتاح في كمه، وبيفضل هو وسهير يبصوا لبعض بحب ورومانسية، وماهد بيفك كمه وبيمشي وسهير بتسيطر على دموعها بالعافية. وهنا بيستعجل المفتي راشد ماهد لأنه اتأخر على حفلة المدرسة، وبيسأله ايه الأوراق اللي في ايدك دي، وماهد بيقول له دي قايمة بأسماء الأطفال اللي هيتكرموا النهاردة، وأنا براجعها علشان أتأكد إني ما نسيتش أي حد منهم. وبينادي ماهد على الخادم أسلم وبيقول له بتمنى تكون صناديق الهدايا اتجهزت زي ما طلبت بالظبط. وأسلم بيقول له ما تقلقش، ولو مش مصدقني اتأكد بنفسك. وحيدر بيقرب من مامته وبيقول لها أحيانا بيراودني الشك بإنك فعلا عاملة التمثيلية دي كلها علشان مصلحتي ولا علشان في سبب تاني باتجاه هوسك بماهد. حسنة بتتغاظ منه وبتقول له أنا في حياتي ما شفتش ابن جاحد زيك، انت ايه يا ابني فاكرني خدت حبوب صداع؟ انا خدت رصاصة وهي فعلا بتألمني جامد، وانا عملت كل ده علشانك انت، وفي الاخر انت جاي تقولي الكلام ده. وحيدر بيقول لها ما تزعليش مني، انا عارف قد ايه انت بتحبيني، لكن انا عايزك تعرفي ان دي معركتي انا وتسيبيني انا اللي اخدها بطريقتي. وهنا بيقول الجد راشد لماهد انت ليه بتفتح الصناديق المقفولة من جديد؟ وماهد بيقول له أنا بتبع مبادئ القرآن لأن الولاد لازم يتعلموا درس في الصدق، وبرضه في أيامهم الحلوة عايزهم يفتكروا ديتي ويستفادوا منها مدى حياتهم، وكل اللي أنا عايزه إنهم ما ينسوش اليوم ده أبدا. وبيدخل حيدر على ماهد وبيقول له يا ترى صناديقك فيها مساحة كافية عشان تاخد إزازة صغيرة من مية زمزم؟ لأن على ما أعتقد كده إنها حاجة هتكون مميزة بالنسبة للولاد، وفي نفس الوقت هتاخد بركتهم وثوابهم كمان. وبيديله إزازة مية وبيقول له ماهد ما شاء الله عليك، فكرة مميزة لأن مفيش أفضل من هدية فيها مية زمزم ومصحف شريف. وبيطلب ماهد من أسلم إنه يحط الأزايز في الصناديق، وبيقول حيدر اللئيم في سره الولاد وأبهاتهم مش هيفتكروا صناديقك يا ماهد لأنهم هيفتكروا اسمي اللي مكتوب على الأزايز وبس. وبتقول حسنة لنفسها ازاي هيساعد توزيع مية زمزم ابني على الفوز، انا لازم اعمل حاجة ما تخليش ماهد يحضر الاحتفال وحيدر هو اللي يظهر هناك لوحده. وبتدخل حسنة المطبخ وبتضغط على جرحها وبتخليه ينزف وبتفضل تصرخ، وماهد بيسمعها وحيدر والمفتي راشد كمان بيسمعوها قبل ما يخرجوا من البيت وبيجروا عليها. وحسنة بتفضل تتألم وماهد بيمسك دراعها وبيقول لها ازاي ده حصل بس؟ وحسنة بتتمسكن وبتقول له بصراحة فكرت اطبخ لكم حاجة علشان لما ترجعوا من الاحتفال تاكلوها، لكن بمجرد ما رفعت الطاسة جرحي بدأ ينزف. وبتعمل نفسها انها دايخة وبتقول لماهد خدني على المستشفى بسرعة يا ماهد. وماهد بيقول لها طب امسكي نفسك بس على ما اخرج العربية. وبيقول له جده ازاي هتروح معاها وانت عندك احتفال، خلي حيدر هو اللي يروح معاها. وحسنة بتقول لباباها ازاي يعني حيدر هو اللي هياخدني وهو اصلا مش عارف لا الطريق ولا الدكتور ولا الادوية. والمفتي راشد بيقول لحسنة يا ستي ما تحسسناش بقى ان ابنك جاي من كوكب تاني، ده هم 4 سنين اللي غابهم عن المدينة، ازاي هيلحق ينسى فيهم الطريق؟ وحسنة بتقول لباباها خلاص انا هخلي حيدر يوصلني، لكن لو تاه او مت في الطريق اعرف ان ذنبي هيكون في رقبتك انت. وبيقول لها ماهد ما تقوليش كده، تعالي معايا انا هوصلك يا عمتي. وبيعترض المفتي راشد على كلام ماهد وبيقول له ماهد سامحني يا جدي لان الحفلة مش اهم من صحة عمتي، وبعدين ما تقلقش من حاجة، حيدر هيكون موجود معاك مكاني وهو هيتولى المسؤولية بدالي. وحسنة بتغمز لحيدر وحيدر بيفهم انها عملت التمثيلية دي علشانه، وبيقول ماهد لجده ما تقلقش انا مش هتأخر عليك يا جدي. وبياخد حسنة وبيمشي. وكوثر وسهير بيوصلوا عند أمل في السوق وبيتفاجئوا بالصحافة مستنياهم وبيباركوا الصحفيين لسهير على نجاحها وبيقولوا لها انت حصلتي على المركز الثالث في الولاية، ايه احساسك؟ فسهير بتقوله انت اكيد غلطان لاني نقصت 6 درجات بحالهم. وبتتدخل امل وبتقول لسهير انت طلعتي الثالثة على الولاية كلها وده معناه انك طلعتي الاولى على لكناو، وبتهنيها. وسهير بتتفاجئ وبتفرح جدا وبيسألوا الصحفيين سهير انت بتتعلمي في المدرسة ولا في البيت؟ وأمل بتقول لهم بتتعلم من البيت. وبيسألوا الصحفيين أمل انت تقربي لها ايه، اختها؟ وأمل بتقول لهم تقدروا تقولوا كده. وبتبص لها سهير بابتسامة وبيقولوا الصحفيين لسهير ازاي جبتي الدرجة العالية دي وانت بتتعلمي من البيت؟ وسهير بتقول لهم انا عملت ده بفضل امي لانها عمرها ما فقدت الامل فيا ابدا وربنا وفقني وكنت قد ثقتها اهو. وبتقول الصحفية دي لسهير تحب تقولي ايه للبنات التانية اللي لسه هيدخلوا الامتحان؟
وسهير بتقول لها أحب أقول لهم لو كنتوا فعلا مصممين على تحقيق هدفكم فاعرفوا إن مفيش أي حد هيقدر يمنعكم أبدا. وأحب أقول لكل الطلاب وخصوصا البنات مش مهم فين بتدرسي ولا إزاي ولا مهم أي ظروف، المهم هي رغبتك في التقدم وعزيمتك على النجاح وصنع هوية جديدة لنفسك. وهنا بيكون المفتي راشد بيكرم الطلاب. وصفية بتقول في سرها يا ترى برفيز ما ظهرش لحد دلوقتي ليه؟ هو قال لي انه جاي. وبيهني المفتي راشد الطفل ده على حفظه للقرآن وبيوصيه انه ما يلفظ اي لفظ يضيع تعليمه ولا دينه. والشخص ده بيدخل عليهم وبيقول للمفتي راشد وقف التمثيلية دي، انتوا بتعلموا اطفالنا طريق الدين ومرات حفيدك على قنوات التلفزيون بتناشد بحرية المرأة وتحريض النساء. والمفتي راشد بيتصدم من اللي بيسمعه وبيقول للشخص ده خد بالك من كلامك وإياك تجيب سيرة حد من نساء عيلتي وإلا هجلدك علني، لأن سهير اتعلمت هنا في المدرسة الدينية دي وما راحتش على أي مدرسة تانية. والشخص ده بيقول للموجودين الحقوا السيد المفتي مش مدرك اللي بيحصل حواليه، مرات حفيدك سهير بقت مشهورة جدا ولو مش مصدقني اهو خد شوف بنفسك. وبيديله موبايله وبيتفرج على بث مباشر لسهير وهي بتقول فيه ممكن يكون باباكي عقبة في طريق نجاحك او ممكن تفشلي في تخصيص وقت كافي للمذاكرة بسبب شغل البيت، لكن مش لازم تستسلمي ابدا، استجمعي شجاعتك واستمري في الدراسة لأن كل إنسان له حق في التعليم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال إننا لازم نسعى دايما ورا العلم. وبتنهي كلامها وماهد بيشوف سهير من المستشفى على التلفزيون وبيقف يسمعها وهو مبسوط من كلامها جدا وبيقول لنفسه الحمد لله إنك حققتي أول حلم ليكي يا سهير وإن شاء الله ربنا يوفقك في كل الجاي. وهنا المفتي راشد بيخلص فرجته على سهير وبيحس بالإحراج جدا وبيقول لحيدر اتصل على سهير واطلب منها تيجي دلوقتي حالا على هنا بأمر مني أنا، دي طلعت التالتة على الولاية كلها وأنا عايز أعرف منها إزاي وإمتى ده حصل. وبيقول له حيدر حاضر. وهنا الدكتور بتغير لحسن على جرحها وبتسأل الدكتور ماهد انت معاك تقارير عمتك القديمة؟ وماهد بيقول لها ايوه معايا في العربية، انا هخرج اجيبهم لك من بره وهاجي على طول. وبيتصل حيدر على سهير وبيقول لها من فضلك تعالي على المدرسة فورا لان جدي عايزك ضروري. وسهير بتقول له ماشي انا جاية حالا وبتقفل معاه. وكوثر بتسأل سهير في حاجة وسهير بتقول لها جدي عاوزني في المدرسة. وكوثر بتقول لها طب انا هاجي معاكي. وبيشكروا الصحفيين وبيمشوا على طول. وهنا كريشنا بيركن عربيته جنب عربية ماهد ولما ماهد بيحاول يفتح باب عربيته ما بيعرفش وبينادي على كريشنا وبيقول له لو سمحت ابعد عربيتك شوية عشان انا مش عارف افتح باب عربيتي. وكريشنا بيقول له طب اديلي دقيقتين بس وانا هحركها لك على طول. وماهد بيقول له طب ودقيقتين ليه؟ هو انت مستني راكب ولا حاجة؟ بس حتى لو مستني اتفضل الاول ابعد عربيتك من هنا لاني مستعجل جدا. وكريشنا بيقول له انا مش مستني راكب لان الراكبة قاعدة فعلا في العربية. فبيبص ماهد في العربية وبيقول له مفيش حد جوه، انت بتشتغلني ولا ايه؟ وكريشنا بيقول له انا بطل بريلي ومش محتاج للاعتذار، تعال بص بنفسك. وماهد بيروح معاه وبيبص وبيلاقي إيشة لابسة فستان فرح وقاعدة في العربية من تحت وخايفة جدا. وهنا بتوصل سهير على المدرسة وبتقول لمامتها دي حفلة فأكيد جدي استدعاني علشان أحضرها معاهم. وبيقابل طاهر سهير وبيهنيها على نجاحها وبتشكره سهير وبيقول لها طاهر أنا المفروض أهنيكي مرتين، مرة لأني سمعت إن نظمة سابت البيت ومشيت. وبيقول الجد راشد لطاهر مش وقت وشوشة لو سمحت ارجع ورا يلا. وبيرجع طاهر وسهير بتروح ترمي السلام على المفتي راشد وبيرد المفتي عليها السلام وبيقول لها أنا سمعت إنك أنجزتي امتحانات الصف العاشر وحصلتي على المرتبة الثالثة على الولاية كلها. وسهير بتقول له أنا فعلا اجتهدت كتير وتعبت كتير قوي بس الحمد لله ربنا كافيني على قد تعبي. وكوثر بتقول في سرها سهير طلع عندها حق، أنا كنت فاكرة إن المفتي ضد تعليم المرأة لكن عمل العكس وعايز يمدح سهير قدام الكل. وبيقول المفتي لحيدر أنت درست في كلية لغات صح؟ وحيدر بيقول له أيوة صح. والمفتي بيقول له طب اسأل سهير بعض الأسئلة. وحيدر بيسأل سهير شوية أسئلة وسهير بتجاوب عليهم كلهم صح. وبيقول حيدر لجده سهير أثبتت إنها تستحق المرتبة اللي حصلت عليها. وبتقول سهير للمفتي راشد بفرحة يا ترى نجحت في امتحانك؟ والمفتي راشد بيكسر القلم بغضب وبيرميه على الأرض وسهير بتتصدم هي ومامتها من رد فعله وبتكون صفية قاعدة مبسوطة جدا. وهنا بيقول ماهد لكريشنا ازاي إيشة اتجرحت وبيكون عايز يمسك فيه وبيقول له كريشنا طب اصبر شوية لاني راجل قوي جدا فمش ممكن امد ايدي على واحدة ست ابدا، انا انقذت حياتها وخاطرت بحياتي انا. وبيحكي له انه بقاله 4 ساعات سايق بأقصى سرعته لأن باباها وأخوها بيطردوهم بسبب إنهم كانوا عاوزين يجوزوها بالعافية
وهو دخل وأنقذها منهم. وبيقول ماهد لإيشا عرفيني اسم باباكي وأخوكي لأني بعرف أتعامل مع أمثالهم كويس قوي. وإيشا بتقول له ما تسألنيش عن اسم بابا ولا أخويا لأنهم ناس خطيرة جدا وربنا يحمي كل النساء من أمثالهم، وبالنسبة لي فأنا متبرية منهم. وكريشنا بيقول لها انت عندك حق لازم تتبري منهم، أما بالنسبة لي أنا فمهمتي معاكي خلصت لحد كده لأني على وش جواز ونسايبي موجودين هنا في لكناو، ولو حد منهم شافك معايا في العربية هيلغوا الجوازة خالص. وبيقول كريشنا الماهد كمل انت بدالي وتولى مسؤوليتها لأن لو أهلها وصلوا لها هيقتلوها. وبتقول لهم إيشا أنا مش عاوزة حد فيكم يساعدني لأن ربنا معايا ومعركتي هاخدها لوحدي، وبتسيبهم وتمشي. وهنا بيقول المفتي راشد لسهير انت مرات حفيد عيلة نيازي والقلم ده مش لازم أشوفه في إيدك تاني أبدا، ومن هنا ورايح مش لازم تفكري في أي تعليم تاني غير التعليم الديني وبس، وده حكم النهائي على عصيانك. وسهير بتتصدم من اللي بتسمعه وبتاخد القلم من على الأرض وبتكون لسه هتتكلم، لكن المفتي راشد بيقول لها فكري كويس قبل ما تنطقي بأي كلمة. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا ان شاء الله مش هتأخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا فيا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. ان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.